تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني يا غدا الحيران في ليل الظلام قد غدوت الآن أدري من أنا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير
ثغر بسام في صفو الأيام، طير رنان في دنيا الأحلام، طير رنان في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صفو الأيام، أنا طير رنان في دنيا الأحلام، طير رنان في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صفو الأيام، كنت وحدي بين أوهامي وأطياف المنى، والتقينا فبدا لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا. طير رنان في دنيا الأحلام، أنا طير رنان في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صفو الأيام، أنا طير رنان في دنيا الأحلام، أنا طير رنان في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صفو الأيام، أنا طير رنان في دنيا الأحلام، طير رنان في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صفو الأيام، كنت وحدي بين أوهامي وأطياف المنى، والتقينا فبدا لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا. أين أنا؟ وبعد سيداتي وسادتي، فقد كنا مع أم كلثوم في أغنيتها الأولى في حفل الليلة الذي ننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. غنت أم كلثوم أقبل الليل يا حبيبي، كلمات الشاعر أحمد رامي، موسيقى وألحان الموسيقار العبقري رياض السنباطي. وعاش جمهور الحاضرين مع أم كلثوم في هذه الأغنية. يا دهر لو طال بي زماني وأنعم الدهر بالتداني،
تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني. حقا غرد الطير في لسان أم كلثوم، أو الأحرى أن أقول وغردت أم كلثوم في لسان الطير. موسم الربيع والحب، وحفل أم كلثوم هو ذروة اللقاء بين الربيع وبين الإنسان، عندما يتفتح قلبه وتتفتح أحاسيسه ومشاعره على هذه الصور النابضة بالحب وبلقاء الحياة. سيداتي وسادتي، اشترك مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم في أداء أغنية أقبل الليل من الفرقة الموسيقية على القانون محمد عبد صالح، على الكمان أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصابجي، وعلى العود عبد الفتاح صبري، وعلى الكمان محمد ماضي، كمال الشويخ، عبد الغني غنيم، مكرم مهنا، إبراهيم الأباني، سامي عبد الملك، محمود الشريف، محمود الجرشة، سعيد الأصابجي، شوقي نجيب، وعلى الناي سيد سالم، على تشيلو حسان كمال ومجدي فؤاد، على الكونترباس عباس وفؤاد بولس، ضابط الإيقاع حسين معوض، البونجز أحمد صبحي، جيتار عمر خورشيد، الأورج الكهربائي جمال سلامة، وعلى الأكورديون فاروق سلامة. السيدات وسادتي، يعود الميكروفون الآن إلى دار الإذاعة على أن يعود مرة أخرى لكي نعيش مع أم كلثوم أغنيتها الثانية في حفل الليلة. الميكروفون ينتقل إلى دار الإذاعة.